ازيكم يا شباب، عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. بما اني نزل في الاحداث كروت الشخصيات، فحابب اقول لك تختار شخصيه ايه وايه القدرات بتاعتها لكل شخصيه. متنساش قبل ما نبدا كده تعمل لنا لايك واشتراك في القناه، ويلا بينا نبدا. طيب، نبدا باول شخصيه اللي هي فيكتور، اللي هي بتبقى مع معظم الناس او معانا كلنا عامه. شخصيه فيكتور بيبقى ليها قدره. ايه القدره بتاعتها يا سيدي؟ القدرة بتاعتها يقلل وقت إعادة تعبئة البندقية الرشاش بمقدار 10%. يعني بيعمر السلاح أسرع من التعميرة العادية بمقدار 10%. ده بالنسبة لفيكتور. طيب بالنسبة لسارة، سارة بتبقى نسبة الدمج في العربية بنسبة 4% أقل. يعني لو انت قاعد جنبها مثلا، انتوا الاتنين واخدين نفس الطلق، انت دمك هيبقى أقل منها. تمام. والمستوى التاني من القدرة بتاعتها بيبقى 5.5. تمام، ده بالنسبة لسارة. نخش على كارلو. أنا الشخصية دي بلعب بيها في الإيميل الأساسي. طب إيه بقى القدرة بتاعت الشخصية دي؟ القدرة بتاعت الشخصية دي إنك عند الهبوط، يعني مثلا في مكان عالي وهبطت على الأرض أو نطيت، تقلل الضرر بتاعك بنسبة 10%. يعني لما تيجي تنط من بيت عالي أو مكان عالي، صاحبك ممكن يتنوك وأنت لأ. تمام، ده بالنسبة لكارلو. نيجي هنا بقى يا سيدي مع شخصية أندي. الشخصية دي أنا بحبها جدا. الشخصية دي هي نفس شخصية فيكتور، ولكن الزيادة اللي فيها إنه اللي في اللوت أسرع من شخصية فيكتور أو أي شخصية عامة، بيبقى أسرع منهم في بالنسبة للوت. ده كده بالنسبة لأندي. طيب أنت تختار مين؟ وهل في ناس تانية ليها قدرات ولا لأ؟ برضه هنشوف وهنوريك باقي الشخصيات ليها قدرات ولا لأ. نخش على الشخصية التانية، وهي شخصية أنا. ملهاش قدرة زي ما انتوا شايفين، فنعديها. برضو اللي بعديها مفيش، ريلي مفيش، صوفيا مفيش. كلهم الشخصيات اللي لسه نازله جديده ملهاش قدرات لحد دلوقتي. طيب يا سيدي، انا هختار مين ومين هيفيدني اكتر؟ طيب، نختار مين بقى هنا؟ انت لو تليفونك ضعيف فنختار اندي. بيلود بسرعه، بيعمر بسرعه، هيفيدك لو تليفونك ضعيف. طيب لو تليفونك متوسط نختار كارلو. طب لو انت بتحب السواقه وكده نختار سارة. حلو الكلام. فيكتور برضو شخصية لا يعلى عليها وجميلة وكل حاجة فيها 10/10. أنا عن نفسي مختار كارلو. شخصية شكلها جميل، بستفاد بيها في كذا حاجة. فأنا بالنسبة لي كارلو. لو تليفونك ضعيف تختار أندي. بس كده نكون وصلنا لآخر الفيديو. متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة. يلا سلام.